لو سألت من فيديو اديتور افضل برنامج مونتاج على الكمبيوتر تسمع 4 اجابات متكرره، الا يقول لك الثنائي بريمير برو افتر افكت الوحش اللي بيعملوا اي حاجه تخطر على بالك، ولا يقول لك دافينشي ريزولف اقوى برنامج تولين في العالم واقوى منافس مجاني البريمير برو افتر افكت، ولا يقول لك كاب كات اقوى برنامج مونتاج من ناحيه السهوله والخفه، ولا يقول لك فاينل كات برو اللي بيجمع بين قوه ادوبي وسهوله كاب كات في برنامج واحد. بس الحقيقه ان كل ده بالهبل. بما انك دخلت الفيديو ده فانت واحد من الثلاثه دول، ولو انت مش منهم فاكتب لي في التعليقات. يا اما كنت بتمنتج على الموبايل بعد كده نقلت على الكمبيوتر او لابتوب، او معاك كمبيوتر واللابتوب في الاصل بس قررت تتعلم المونتاج، او قررت تغير البرنامج اللي معاك لبرنامج احترافي اكتر. في الثلاث حالات دول انت بتدور على برنامج مونتاج يناسبك، واللي بيحدد البرنامج الانسب ليك هم 3 عوامل بس: قوه جهازك، حالتك الماديه، ومستواك في المونتاج. اسال نفسك 3 اسئله: ايه مواصفات جهازي؟ وهل اقدر اشتري او اشترك ولا اكتفي بالمجاني؟ وهل بستخدم نظام تشغيل ثاني غير الويندوز؟ لو سالت نفسك 3 اسئله دول وبرضه ما عرفتش ايه افضل برنامج مونتاج ليك، فانا جبت لك الحل. ملف النوشن ده هيحل 90% من مشاكلك لو انت فيديو اديتور، لانه بيحتوي على مقارنه شامله ل 10 17 برنامج مونتاج من ناحيه ميزانيه البرنامج وانظمه التشغيل اللي بيدعمها واقل عدد رامات واقل معالج بيستحمله. ولو جيت دوست عليه برنامج يفتح لك صفحه كامله بتحتوي على نقاط ضعف وقوه البرنامج زائد تو دو ليست تبدا تتعلم بها البرنامج. انت فاكر ان كده خلصنا؟ لا ما خلصناش، ده كمان عندك شرح عربي وشرح انجليزي لكل برنامج في الصفحه بتاعته، زائد مجموعه قنوات تطور مهارتك في البرنامج وكمان في المونتاج. رابط الملف موجود في المستودع اللي في سيرفر على الديسكورد. طب لو انت جهازك بيستحمل بريمير برو افتر افكت بس الاشتراك غالي عليك، الحل في ستور زوكس، المكان اللي تلاقي فيه اشتراك ادوبي كريتيف كلاود وارخص بنسبه 80% من السعر الرسمي. يعني بريمير برو افتر افكت وفوتوشوب والستريتور وان ديزاين وما الى ذلك كله باقل من 300 جنيه شهريا. مستني ايه؟ رابط ستور زوكس في وصف الفيديو. وبس كان ده كل شيء. ما تنساش انك تشترك وتفعل جرس النبات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. اديني لايك لو انبسطت من الفيديو وشارك الفيديو مع كل الفيديو اديتور اللي تعرفهم. عارف ان الفيديو قصير بس لو كنت شرحت المعلومات اللي في ملف النشر كان هيبقى طول الفيديو اكتر من ساعه. برايك ايه احسن برنامج مونتاج على الكمبيوتر وايه البرنامج اللي تستخدمه؟ وتحب اتكلم عن ايه في الفيديوهات الجايه؟ دلوقتي انا اقول مين اللي فايز في المسابقه اللي اعلنت عنها في الفيديو اللي فات، والفايز هو ولا واحد. اغلب توقعوا البرنامج اللي تمنتج بيه الفيديو كانت اجابتهم متكرره، او انا اللي غير متوقع. الفيديو اللي قدامك ده منتج بالكامل على فيديو ميكر، اخف تطبيق مونتاج على الكمبيوتر. ولو عايز تعرف ايه افضل برنامج مونتاج ليك على الموبايل شوف الفيديو ده. ما تستنى تبقى احسن نسخه من نفسك. مع السلامه.